ليش بالشتاء ناس تعاني من كثرة إدرار؟ إذا تريد تعرف السبب تابع هذا الفيديو. بالشتاء لما يبرد الجو هواي ناس يعانون من كثرة الإدرار، هواي أسباب منها، أهمها يعني مو بالضرورة تكون مرضية. جو بارد الناس تعرقها قليل، ربما خروجهم خارج البيت يصير قليل، فبالمحصلة ماكو تبخير عن طريق التعرق، فيتجمع الإدرار يصير عن طريق الإجراء عن طريق المجرى البولي. بالمحصلة الإنسان متعود يشرب مي، عصائر، سوائل أو شاي وقهوة، هذني كلهم مدررات، فيصير يتحول اللود على الكلية وبالتالي يصير كثرة إدرار. هذا يكون شيء طبيعي مو بالضرورة مرضي. الشغلة الثانية بعض الأمراض طبعا اللي خلينا نقول اختصاصها بالكلية والمسالك البولية، التهاب المسالك البولية، تضخم البروستات، مرات الحصو، بعيد عنكم بعض الأمراض السرطانية أيضا سبب كثرة الإدرار، وخصوصا إذا كان يعني مصاحبة للدم. لذلك دائما ننبه المريض إذا شاف الحد زاد عن حده الطبيعي المفروض يراجع، يعني مو يقعد يسكت يقول هذا الدنيا باردة وما ادري شنو. إذا كان كثرة الإدرار مصحوب بحرقة أو مصحوب بدم أو مصحوب بعسرة، يعني المريض يعصر يلا يطلع إدرار، بهاي الحالة لازم نراجع الطبيب. نتمنى الصحة والعافية للجميع. استشاري الجراحة البولية دكتور علاء محمد الكواز.